السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة مع كرة مع الزنفولي، أهلا بكم. معلش يا جماعة النهاردة طلع متأخر شوية، بس إن شاء الله بعد كده هطلع بدري. النهاردة كان في ماتش مهم طبعا بين راس الأخضر وموزمبيق. راس الأخضر كسبت 3-0، وطبعا كسبت بالرأفة. طبعا الكلام ده منتخب مصر يعني. فخلاص كده راس الأخضر طبعا صعدت لدور 16، وصعدت كأول مجموعة خلاص. يعني الماتش الجاي طبعا اللي هيلعبوا مع مصر طبعا بالنسبة له تحصيل حاصل. طبعا ان شاء الله مصر، مصر ان شاء الله فرصتها التأهل كبيرة. طبعا بفوز على راس الأخضر هتصعد على طول، من غير بقى ما نبص طبعا للماتش التاني اللي هو بين غانا وموزمبيق. مصر عندها نقطتين فكسبت عنها 5 نقط. طبعا غانا وموزمبيق كل واحد عندها نقطة، فطبعا أي حد فيهم يكسب يبقى عنده 4 نقط، فمصر طبعا إن شاء الله تصعد. كنت نفسي طبعا مصر تصعد أول مجموعة عشان تلعب أحسن توالت. فطبعا ما تلعب أحسن توالت طبعا تبقى فرصتها أكبر اللي هي تكمل في البطولة. بس أنا شايف خلاص المستوى طبعا المنتخبات كلها بقت قريبة من بعض، ومفيش فرق. طبعا احنا اهو المجموعة بتاعتنا كنا شايفين مصر ولا غانا هي مين أول ومين تاني، فحصل طبعا مفاجأة طبعا اللي راس الأخضر هي وصلت أول مجموعة. فطبعا الحمد لله. ان شاء الله مصر ان شاء الله تكسب ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله منتخب مصر. طبعا ماتش يوم يوم الاثنين، يوم 22/1، الساعة 10 بالليل. طبعا ماتش مهم، بس طبعا لازم طبعا مدرب المنتخب طبعا يعيد حساباته طبعا. طبعا الماتش الجاي طبعا ما فيش هزار، لازم يعيد حساباته طبعا في اللعيبه اللي هيبدأ بيها التشكيل. فربنا يسهل ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر. طبعا نبدأ بقى بأخبار النادي الأهلي. الأهلي طبعا بيستعد للسفر للإمارات بكرة إن شاء الله الساعة 10 الصبح هيسافر الإمارات الصبح. طبعا الأهلي خلاص استقر اللي طبعا المصابين كلهم مش هياخدهم في المعسكر، هيقعدوا في مصر طبعا يكملوا البرنامج التأهيلي بتاعهم. والحقيقة ما شاء الله الأهلي يرجع إن شاء الله من الإمارات إن شاء الله على آخر الشهر إن شاء الله. طبعا الأهلي طبعا في المعسكر هيلعب ماتشين، ماتش يوم 23 وماتش يوم 27 طبعا زي ما أنا قلت قبل كده. طبعا لو الماتشين طبعا هيتذاعوا طبعا بقول تاني، لو الماتشين هيتذاعوا طبعا هقول طبعا في القناة بتاعتي. يوم 23 الأهلي هيلعب فريق اسمه الأخدود، فريق سعودي. ويوم 27 هيلعب الكويت إن شاء الله. فبالتوفيق طبعا إن شاء الله للنادي الأهلي في المعسكر إن شاء الله. نتكلم بقى على صلاح محسن. جاله عرض من سيراميكا كليوباترا، وتقريبا خلاص يعني بيقترب من سيراميكا كليوباترا. الاهلي خلاص اتفق مع سيراميكا كليوباترا على ان شاء الله خلاص. هنشوف بقى هيطلع عارة ولا هيطلع بيع نهائي. بس لسه بقى صلاح محسن طبعا بيتفق مع سيراميكا كليوباترا طبعا على المبلغ اللي هياخده. كان صلاح محسن تقريبا يعني عايز مبلغ كبير شويه، فلسه يعني الوكيل بتاع صلاح محسن طبعا بيتفق مع سيراميكا كليوباترا. بس خلاص يعني انا شايف صلاح محسن قريب جدا من الانتقال لنادي سيراميكا. نتكلم بقى على بيع ديانج. طبعا ديانج طبعا جاي له عروض كتير من الامارات وقطر وتركيا. انا شايف انا من الاهلي ان شاء الله لو جاله عرض ديانج، لو جاله عرض ب4.5 مليون دولار، 4.5 مليون دولار او 5 مليون دولار، الاهلي يبيعه يستفيد طبعا منه طبعا. الاهلي يستفيد طبعا بالعمله الصعبه، ويستفيد طبعا في مكان اخر اجنبي ممكن يستفيد بيه. يجيب لاعب اجنبي تاني. طبعا الاهلي عنده ثغره في الباك الشمال، وعنده ثغره في المهاجم. الاهلي عايز مهاجم تاني. فانا شايف اللي بيع ديانج كويس لان الاهلي في الوقت الحالي. انا شايف ديانج برضو مستواه بدا يقل، كيرفو بدا ينزل. فانا لو جال طبعا انا شايف اللي جال 4.5 او 5 مليون الاهلي يبيعه يعني. طبعا ديانج دلوقتي في مكانه ناس كتير ممكن تشيل المكان ده. فانا شايف بيع ديانج في الوقت الحالي هو كويس يعني النادي الاهلي. نتكلم بقى على السولية. السولية يقترب من التجديد للنادي الاهلي. الاهلي طبعا قعد مع سولية عشان يجدد للنادي الاهلي طبعا،
السولية طبعا عايز شرطين طبعا، اللي هو شرط اللي هو عايز يمضي سنتين في النادي الاهلي وعايز يلغي بند المشاركة. هو السولية يا جماعة عنده كام سنة؟ هو تقريبا السولية دلوقتي عنده 34 سنة، مواليد 89. شهر 4 الجاي هيتم 35 سنة، والأهلي عايز يجدده سنتين. طبعا سولية نص الموسم اللي فات تقريبا قعد شهرين وثلاث شهور مصاب. طبعا انا مش هتكلم في نقطة التجديدات طبعا في النادي الاهلي دلوقتي. الاهلي طبعا داخل على تجديد 3 لعيبة. انا شايف مش هينفع اتكلم عليهم دلوقتي، هتكلم عليهم يعني ممكن بكرة او بعده في الفيديو الجديد. شايف المفروض ما يجددوش يعني النادي الاهلي. الاهلي المفروض ما يجددش اللعبة دي. بس برضه يعني ايه، هستنى بكرة ان شاء الله نتكلم في الموضوع ده باستفاضة يعني. بكرة طبعا ان شاء الله يعني هنشوف هل السولية ينفع الاهلي يجدده دلوقتي ولا لا. طبعا داخل فيه برضه علي معلول ومحمد هاني. فبكرة طبعا هنتكلم على ال3 لعيبة دول باستفاضة كاملة يعني. نخش بقى على اخبار نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك فك القيد وبدأ يجهز اللعيبة اللي هيتعاقد معاها. طبعا الزمالك فيه لعيبة كتير هتمشي من نادي الزمالك تروح أندية تانية، وفي لعيبة تانية الأهلي الزمالك طبعا داخل فيها وبقوة يعني. فالزمالك أنا شايف هو داخل في ناصر ماهر بقوة، وداخل في لاعب اسمه شيكا. الزمالك طبعا يعني مركز على خط النص. أنا شايف في السيسي خلاص طالع لسامي كليوباترا، طبعا بيتفق مع خلاص مع سامي كليوباترا اللي هو هيطلع من نادي الزمالك. فأنا الزمالك بدأ يرتب أوراقه طبعا بعد طبعا فك القيد. الزمالك هيجيب لعيبة كتير الفترة الجاية. فطبعا برضو توفيق لنادي الزمالك. طبعا الزمالك برضو في فيديو مخصوص ليه. طبعا أصحابي طبعا الزملكاوية طبعا هعمل فيديو مخصوص طبعا لأخبار نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك. في صفقات حصرية طبعا، في أخبار حصرية هقولها على الزمالك. فيسوون إن شاء الله برضو فيديو كده مخصوص طبعا هعمله مخصوص طبعا لنادي الزمالك. أنا من أول ما بدأت طبعا فيديوهات ما كانش عندنا زمان خالص. فانا في فيديو طبعا مخصوص هعمل فيديو مخصوص لنادي الزمالك ان شاء الله. خلصت اخبارنا وخلصت حكايتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.